مساء الخير، عاملين ايه؟ الجزء ده ان شاء الله هيكون اخر جزء معانا في كتاب صباح استثنائي كل يوم، واللي الكاتب بيناقش فيه التحديات والعقبات اللي ممكن تواجهك اثناء تنفيذك لروتينك الصباحي. زي مثلا ايه اللي هيحصل لو فاتك يوم، ايه اللي هيحصل لو جيت في يوم وانت خلاص التزمت وعرفت تكون روتين صباحي، بس جه عليك يوم كده لقيت نفسك قفلت المنبه ومش قادر تقوم. ببساطة اتعامل مع الموضوع على انه حاجة عادية، وكمل نوم عادي وعدي اليوم، واليوم اللي بعده ابتدي نفذ روتينك الصباحي. ليه؟ لاننا مش مثاليين، ومش مطلوب مننا ان احنا نكون مثاليين. وخليك متأكد ان كل واحد فينا عنده التزام اتجاه حاجة معينة، هو برضو بيجي عليه اوقات غصب عنه مبقاش قادر يقضي الالتزام ده. يعني لو حد ملتزم اتجاه جيم او حمية غذائية معينة، فبيجي كلنا علينا اوقات مبقاش عندنا طاقة ان احنا نكمل في الالتزام ده، بنحس ان احنا محتاجين نرتاح شوية. فلو حصل وجا عليك اليوم ده، عدي عادي وكمل في روتينك اليوم اللي بعده. طيب، ايه اللي هيحصل لو ان انت اصلا شخص بتكره الصباح؟ عايزة اقولك ان انت عبارة عن الحاجات اللي انت برمجت عقلك عليها. يعني انت لو بتقرر لنفسك طول الوقت انا شخص ليلي، انا شخص بيكره الصباح، هتلاقي كل حاجة في عقلك بتبرر لك ده. هتلاقي كل حاجة حواليك بتقولك صح، انت فعلا شخص ليلي، انت فعلا ما ينفعش تصحى الصبح. فكل المطلوب منك انك تعيد برمجة عقلك، وترجع تسمع نفسك كلام تاني خالص، زي ان انت عادي جدا ما عندكش مشكلة مع الصبح، ما عندكش مشكلة مع النهار. وتبتدي ان انت تبرمج عقلك واحدة واحدة عشان يبتدي ان هو يرجع تاني يتعامل مع النهار عادي ويتعامل مع الصبح عادي، وتبقى قادر ان انت تنفذ روتينك الصباحي. طيب، ايه اللي هيحصل لو انت اصلا صحيت حسيت ان انت مرهق؟ طيب، اولا دي حاجة عادية، اغلبنا بيصحى يحس ان هو مرهق، بس المهم ان انت تدور الاول وتتأكد ان انت معلكش ديون نوم. بمعنى ان انت ما قصرتش في ايام سابقة في نومك، فغصب عنك جسمك جه اليوم ده حاسس بالارهاق عشان هو محتاج يكمل نوم. تمام؟ او ان انت بتنام في بيئة مناسبة للنوم، مش ان انت مثلا بتنام في دوشة، او بتنام في ضوء ونهار، او مش بتنام وانت قبلها معرض عينك للموبايل والشاشات وهكذا. طيب، ايه تاني اللي ممكن يحصل لو انت عندك اطفال صغيرين؟ يعني لو انت ام وعندك اطفال ومضطرة ان انت صحي اطفالك توديهم للمدرسة وتجهزيهم اصلا للمدرسة، فكل المطلوب منك ان انت تعملي روتين حتى لاطفالك. يعني رتبي لهم اليوم كده، ان هم هيصحوا الاول، اول ما يصحوا هيرتبوا سريرهم، بعد كده هيغسلوا اسنانهم، بعد كده هيرجعوا يلبسوا هدومهم. المهم ان انت تحط لهم هم كمان خطة عشان ما يبقاش في اي هدر للوقت، وده بالتالي هينعكس عليك انتي، وهيبقى انتي كمان عندك وقت اضافي. على عكس ما يصحوا يبقى انتي مش عارفين هم هيعملوا ايه، عمالين بتنقلوا من مكان لمكان بس مش بينفذوا اي حاجة. يعني لا حد بيلبس، ولا حد بيغسل سنانه، ولا حد بيعمل اي حاجة. فانتي جهزي لهم الروتين اللي انتي عايزاهم يمشوا عليه، ورتبيه لهم علشان هم كمان يبتدوا يلتزموا بيه وينفذوه، وده هيوفر لك انتي وقت وطاقة ومجهود. طيب، ايه اللي هيحصل لو انت شخص بتفتقر لقوة الإرادة؟ فيلسوف اليوناني أرسطو بيقول: ما نحن عليه هو ما اعتدنا على تكراره والمداومة عليه، إذن التفوق ليس فعلا بل عادة. يعني كل المطلوب منك، انت مش محتاج قوة إرادة عشان تحافظ على روتينك الصباحي، انت كل اللي انت محتاج تعمله انك تخلي روتينك الصباحي ده عبارة عن عادة. وبعد كده هو هيتولى مع الوقت المواظبة على الروتين ده، هيبقى سلوك مترسخ عندك. هتلاقي نفسك انت بتقوم تعمله بشكل مباشر، بشكل طبيعي تلقائي جدا من غير اي تدخل منك. زي بالظبط ما كنا بنشرح قبل كده في كتاب سابق، لما قلنا ان انت اول ما بتدخل اوضه ضلمه وبتبص تلاقي نفسك بتدور على زرار النور عشان تولع، او يعني عشان تشغل النور. فده ليه؟ ده فعل تلقائي، ان عقلك متبرمج ان انا داخل حته ضلمه لازم هدور على النور. فنفس الفكرة في تكوين الروتين الصباحي. إذا لو كنت تعمل لساعات متأخرة، يعني لو انت مثلا شغلك عبارة عن ورديات، فبتبدأ من الساعة 11 بالليل للساعة 8 الصبح، على ما تروح تبقى 9، هتنام تصحى مثلا الساعة 5 6 المغرب. كل المطلوب منك ان مجرد ما تصحى تبتدي تنفذ روتينك الصباحي عادي جدا. بعد كده الجزء الأخير من الكتاب، واللي الكاتب بيشارك فيه الروتين الصباحي ل10 شخصيات على قمة النجاح.
بغض النظر عن الروتين بتاعهم وبغض النظر عن اي حاجة. خلينا اختصر الكتاب بكل ببساطة. هو بيتكلم عن ان العالم مليان بالفوضى والعالم مليان بالمتغيرات السريعة، فكل المطلوب منك انك تخصص شوية وقت لنفسك في وسط الفوضى اللي انت عايش فيها دي، او في وسط الفوضى اللي كلنا عايشين فيها. كل المطلوب منك انك بس تخصص من نص ساعة لساعة في بداية يومك تحافظ فيهم على صحتك النفسية والجسدية والعقلية. وده من خلال ان احنا حاجات بسيطة جدا. يعني لو هنتكلم مثلا عن صحتك النفسية، فانت ممكن تحافظ عليها من خلال ان انت تعمل تمارين تنفس او تعمل يوجا او الصلاة، او ان انت تمارس الامتنان. الصلاة بيحطنا في موضع مهم جدا، هو موضع ان احنا عبد ضعيف محتاجين المدد والقوة من ربنا. فالصلاة بالدعاء مهمين جدا لصحتنا النفسية. الحاجة التانية الامتنان. الامتنان بيخلينا نبعد بقى عن كل الكلام السلبي اللي على السوشيال ميديا ونص الكوباية المليان ونص الفاضي والجو ده كله. لا، هو بيخليك تركز على النعم اللي عندك، النعم الحقيقية اللي موجودة في حياتنا كلنا. مفيش حد فينا في الحياة ما عندوش نعم، ما عندوش حاجات عظيمة ربنا عطاها. أولهم وأبسطهم الصحة. أبسطهم إن احنا أمنين يعني ما بنشوف الأحداث اللي بتحصل في كل الدول اللي حوالينا. أبسطهم فلسطين. فأنت في نعمة، أنت في نعمة كبيرة جدا. بعد كده ربنا يا رب يرفع عنهم ويتولاهم ويثبتهم يا رب. الحاجة التانية الصحة العقلية. فانت بس مطلوب منك ان انت تمارس الرياضة، تمارس الكتابة اليومية. الكتابة اليومية بتنسق وبترتب دماغنا، واحنا وضحنا النقطة دي قبل كده وقلنا ان الدماغ بتاعتنا متبرمجة ان هي تقعد تفكرنا طول الوقت. فعلشان هي مفكرة ان احنا مش هنفتكر، فعشان نقول لها ان احنا هنفتكر او ان المعلومات اللي معاكي دي معانا في حتة تانية فهنكتبها. فلما دماغنا تبص تلاقينا كتبنا المعلومات دي هتبتدي تهدى. ليه؟ لان هي خلاص بقت عارفة ان المعلومات دي بقت في مكان تاني مش بس معاها هي. تمام؟ طيب الصحة بقى الجسدية، ان احنا مثلا هنلعب رياضة، ان احنا هنهتم بان احنا نعمل فطار صحي لنفسنا الصبح بدري. فدي كل ده كده ملخص الكتاب وملخص الروتين الصباحي اللي انت ممكن تضيفه لنفسك واللي مش هياخد منك وقت بس هيفرق معاك. كل المطلوب منك ان انت بس تدي لنفسك مساحة الصبح ان انت تبقى تحافظ على هدوءك، تحافظ على جهازك العصبي بعيدا عن التوتر والفوضى بتاعة الحياة، عشان تبقى قادر ان انت بعد كده اول ما تبتدي بقى خلاص تمارس يومك وتاخد خطوات فعلية فيه تبقى منظم وهادي. وزي ما قلنا ما تبقاش بتجري على الفاضي بس. ودمتم بخير.